عليكم يا اهلا بيكم في مطبخي المتواضع ومعايا ميزاني المتواضع. هنعمل النهارده حاجه سهله قوي. هنعمل بودره اسنان. انا عملتها قبل كده بس للاسف الشديد كان جوده التصوير مش حلوه. هنحاول نصلح خطأ التصوير ده البودرة المرة دي هتبقى تجارية وجودة التصوير إلى حد ما يعني مناسبة ليكم. ونقول بسم الله ونبتدي. فمبدئيا كده احنا مش هنستعمل ميزان، احنا هنستعمل حاجة تانية خالص للمقاييس بتاعتنا. هنستخدم الأستاذ ده. ده موجود في العيادات المنزلية، حلو قوي وعملي وبقيس من أول بودر من أول 5 جرام لحد ربع كيلو. حاجة حلوة قوي 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 يعني. هستعملها المرة دي في قياس البودرات بتاعتنا بتاعت بودرة السنان. ويلا بينا نبتدي. الموضوع بسيط قوي. اول حاجه هنحط اول بودر بالنسبه لي اللي هي الصوديوم بايكربونات، وكميه متساويه من الصوديوم بايكربونات، معاها كميه متساويه من بودره البنتونايت، ومعاها برضو كميه متساويه من النشا او الستارش، وكميه متساويه من التلك بودر. كميات متساويه، مفيش اسهل من كده، حاجه فوق حاجه فوق حاجه. بس بنحط في الاخر 10% من توكسابون البودره او اس عشان يدي رغوه ويدي انتعاش ويدي تنظيف وحلوه قوي، اضافه حلوه جدا. تعالوا بقى نقلب كده بالسباتيولا كل البودرات اللي احنا حطيناها، اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي كميات متساويه من البودرات ما عدا توكسابون البودره اللي هو بيكون 10%. هقلب لحد ما يحصل امتزاج حلو البودره مع بعضها، ما يبقاش فيها اي تحبيبه، ما يبقاش فيها لون مختلف عن اللون، كله يبقى زي بعض. كده اضافاتي تعتبر انتهت، بس طبعا لو في حد حابب يضيف فحم براحتكم. انا ما بحبش اضافه الفحم في البودره. في طبعا بودرات بقى وردي واخضر والوان مختلفه من البودرات احنا ممكن نضيفها للبودر ده بحيث ان هي تدي الوان مختلفه لشغلنا. بس انا اكتفيت ببودره البنتونايت الحسنيه، يعني مناسبه لشغلي انا شخصيا. بعد كده بقى هنحط الزيوت اللي عندي انا ستارت نوعين، نعناع وقرنفل. الاتنين دول هنعمل منهم ميكس من الزيوت وهضيفها على البودره بتاعتي. هنضيف زيوت قد ايه؟ انا عايزه اضيف زيوت لحد ما يحصل امتزاج كامل بين البودره والزيوت وتبقى البودره دي شبه الرمل المبلل تقريبا، يعني نسبه من نص لحد 1% هتبقى حلوه قوي. ولكن لو انتوا احتاجتوا زياده بسيطه يبقى مفيش مشاكل. هبتدي اقلب كده من فوق لتحت، يعني هجيب من بره واحط جوه، يعني بحيث ان انا اضمن ان يحصل امتزاج كامل للزيوت مع البودر. لو احتاجتوا زياده ضيفوا لحد ما يبقى لونها زي كده. ايوه زي كده. شايفين البودره مبلوله؟ ولما تضغط عليها تحس ان هي بتدي شكل متساوي. ده الشكل الاول قبل ما نضيف البودره عشان تحسوا بالفرق، واللي فوقها ده الشكل اللي هو اللي وصلنا ليه. الريحه، عايزه اقول لكم ريحه النعناع والقرنفل يعني جميله. طبعا ده هيهدي الام اي اسنان وهينظف السنان. بنستعملها مره او مرتين في الاسبوع بفرشه مبلله. الخطوة اللي بعد كده اللي هي طبعا الاستيكرات وتعبئة العبوات، اللي هي خطوة تعتبر الفينيش النهائي، اللي هو أهم حاجة في الشغل، إن احنا نظبط شغلنا كويس ويطلع بمنظر حلو. لو احنا حطينا البودرة وعبيناها في قلب العبوات مش عايزة شكلها يبقى مش منتظم. أنا هنا خليت العبوة من فوق سويتها، جبت عبوة أكبر شوية وضغطت بحيث إن هي الشكل ما يبقاش عشوائي من فوق، وفي نفس الوقت إن أنا لما أجي أفتح العبوة ما تنطرش البودرة كلها مرة واحدة، لا يبقى مضغوطة فتبقى متماسكة فيبقى شكل الشغل بتاعنا حلو. شكلها تحفة، منتج سهل قوي، بيعه سهل جدا. نلزق بقى الاستيكر بتاعنا وحسب جمال استيكراتكم ابدعوا، وهي كده خلاص جاهزة ان انا انزلها عندي الصيدلية. الاستعمال بتاعتها بتكون عبارة عن فرشة مبللة بحطها في البودرة، وبناخدها مرة أو مرتين في الأسبوع بس. كده يمكن يكون التركيبة بتاعتنا خلصت. واشوفكم على خير ان شاء الله في تركيبة اسهل وابسط واحسن من كده. ومع السلامة.